دلوقتي على حاجتين الاتنين عكس بعض، عشان ممكن تفتكر ان انا متناقض في كلامي، بس هفهمك الكلام ده معناه ايه في الاخر. بعد ما اتاكد رسميا من منتخب البرازيل ان كارلو انشيلوتي هو مدرب المنتخب دلوقتي، احب اقول لك ان رسميا كارلو انشيلوتي هو اكتر مدرب لريال مدريد في التاريخ تحقيقا للبطوله. انا وانت عارفين ان اول ماتش هيخسره تشابي الونسو مع ريال مدريد، وبقولها لك من دلوقتي اهو، محبين كارلو انشيلوتي هيطلعوا يقولوا لك اهو تشابي الونسو. لو كان مورينيو رجع كانوا اول ماتش هيخسره مورينيو هيقول لك اهو مورينيو. كذلك مع زيدان، كذلك مع اي مدرب هيجي هيتقال نفس الكلام برضه. ما علينا، الحاجه اللي انا جاي اكلمك عنها واللي هتثبت لك كلامي ده دلوقتي، بعد الهدف الثاني لريال مدريد، الهدف الثاني كنا كسبانين 2-0 في اول ربع ساعه تقريبا، ريال مدريد ما لمسش الكوره في نص ملعب برشلونه لمده 22 دقيقه. انت متخيل ان جماهير النادي الاهلي بتقول على كولر ان هو جبان عشان بيدافع من الدقيقه 60؟ انت فاهم كارلو انشيلوتي كان عايز يعمل ايه في الدقيقه 17 ولا 18 من المباراه؟ هانسي فليك مدرب جامد، وانا من اكتر الناس اللي بتقول ان هانسي فليك مدرب جامد، بس تفتكر اللي حصل ده جمدان من هانسي فليك ولا ضعف وجبن من كارلو انشيلوتي؟